بيبدأ الفيلم بطفل صغير عنده 5 سنين اسمه بيت، وهو بيكون راكب عربية مع أبوه وأمه وفي رحلة برية في الغابة. وبيكون بيت بيقرأ قصة عن كلب اسمه إليوت وهو قاعد في العربية، وفجأة بيطلع غزال على الطريق وأبو بيت بيحاول يتفاداه، ولكن بتتقلب العربية وبيعملوا حادثة. وبعدها بيخرج بيت من تحت العربية وهو سليم تقريبا، لكن للأسف أمه وأبوه بيكونوا ماتوا في الحادثة. وهو بيكون بيت خايف جدا وهو لوحده، غير إن هو بيبدأ يسمع أصوات ذئاب حواليه، فبيخاف بيت أكتر وبيفضل يجري في الغابة والصوت بيعلى من حواليه، والذئاب بتبدأ تقرب وبتطارده. وفجأة بيلاقي بيت نفسه متحاصر من مجموعة ذئاب، وخلاص كلهم على وشك انهم يهجموا عليه، لكن في اخر لحظة الذئاب دول بيخافوا من حاجة مجهولة وبيهربوا بسرعة من المكان، وما بيكونش فاهم بيت سبب خوفهم، لحد ما بيتفاجئ بيت بتنين عملاق لونه اخضر، فبيفهم ان الذئاب خافت منه. وكمان بيت بيخاف من التنين وبيسأله هو هياكله ولا لا، لكن على العكس تماما بيتفاجئ بيت بان التنين بيساعده وبيديله شنطته اللي وقعت منه وبيمديله ايده. فبيروح بيت يطلع على ايد التنين وبياخده التنين وبيطير بيه لفوق علشان يعيشوا مع بعض. وبعد مرور 6 سنين بنشوف شخص عجوز اسمه مشيم، واللي بيكون عايش في مدينة قريبة من الغابة. وبيكون مشيم بيجمع مجموعة أطفال وبيحكي لهم عن تنين أخضر عملاق، وبيقول لهم إن التنين ده عايش في الغابة، لكن محدش من أهل المدينة شافه ومش مصدقين إن هو موجود أصلا، هو بيقولوا عليه أسطورة. هو بيقول لهم إن هو شاف التنين ده زمان، وساعتها كان مشيم هيضربه بالنار، لكن التنين هجم عليه ووقع منه البندقية، فهرب مشيم بسرعة من المكان. وأثناء ما مشيم بيحكي له القصة بتقاطعه بنته جريس، وهو بتقول جريس لأبوها يبطل يخوف العيال من الغابة. وهو بتقول جريس للعيال إن هي شغالة حارسة في الغابة وبتروح لهناك كل يوم وما بتشوفش هناك تنانين، لكن مشيم بيكون مصمم إن التنين ده حقيقي وإن هو مش بيخوفهم ولا حاجة. في نفس الوقت ده في الغابة بنشوف بيت وهو بيطارد أرنب علشان يصطاده وياكله، وبيقدر بيت يصطاد الأرنب لكن بيتفاجئ بدب عملاق وراه، فبيقوم بيت يصرخ في الدب، فبيخاف الدب وبيهرب بسرعة من المكان. لكن الدب ما هربش علشان خايف من بيت، ولكن علشان خايف من التنين صديق بيت. وطول السنين دي بيكون بيت عايش مع التنين في الغابة، وهو معتمد على الصيد عشان ياكل. وهو بيكون هو التنين بقوا أعز أصدقاء. وبيكون بيت سمى التنين باسم إليوت على اسم الكلب اللي كان بيقرأ قصته زمان وهو راكب في العربية. وبيفضل بيت يلعب مع إليوت في النهر وبيتسلوا مع بعض وبيستمتعوا بوقتهم. وفجأة هما بيلعبوا مع بعض بيختفي إليوت وبيفضل بيت يدور عليه وما بيلاقيهوش. وبيكون إليوت عنده القدرة على التخفي وبيقدر يغير لونه وبيتخفى كأنه شجرة علشان بيت ما يلاقيهوش. وبعدها إليوت بيرجع لطبيعته وبياخد بيته وبيطيروا مع بعض، وبيرجعوا للمكان اللي عايشين فيه وبيفضلوا قاعدين طول الليل مع بعض. وبيجي تاني يوم وإليوت بيطيروا معاه بيت كالعادة، ولكن بيلاحظ بيت إن هما بعدوا جدا عن المكان اللي عايشين فيه. وأثناء ما هما بيستكشفوا المنطقة بيتفاجئ بيت بجريس قدامه في الغابة، فبيتصدم بيت لأن دي بتكون أول مرة يشوف حد بشري من ساعة وفاة أمه وأبوه من 6 سنين. فبيفضل بيت يراقبها من بعيد ويمشي وراها لحد ما بيلاقيها اتشغلت بحاجة، فبيروح لشنطتها وبيسرق منها البوصلة. فبتسمع جريس صوت بيت وهو بيتحرك، فبتحاول تشوف مصدر الصوت، لكن زميلها في الشغل بينادي عليها وبيقول لها ان هو لقى الحفار. فبتروح جريس معاه للحفار وبتاخد المفاتيح اللي موجوده في الحفار وبترميها بعيد، وده علشان في شخص بيستخدم الحفار ده في قطع الاشجار وبيبوظ البيئه، وهي دورها الحفاظ على البيئه. وبعدها بتمشي جريس مع زمايلها، ولما بتمشي بيروح بيت ياخد مفاتيح الحفار ده، وبيجي إليوت يشوف الحفار وكان هيدمره بالغلط. اما بيت فبيشوف في البوصله صوره لجريس وهي صغيره مع امها وابوها، فبيفتكر امه وابوه وبيبدا يتاثر. وبيجي الليل وبيحاول بيت يستعيد ذكريات زمان مع امه وابوه، وبيحاول يقرا قصه الكلب إليوت اللي معاه من يوم الحادثه، لكنه ما بيعرفش يقراها علشان مش متعلم. وبيجي تاني يوم وبيصحى بيت على هزه ارضيه قويه وصوت آلات كتير، ولما بيطلع يشوف مصدر الصوت بيلاقي مجموعه اشخاص بيقطعوا في الاشجار حواليهم، والمسؤول عن قطع الاشجار دي اسمه جافن. هو بيكون موجود مع جافن في عمليه قطع الاشجار دي اخوه جاك، ولكن جريس بتكره جافن اخو جوزها علشان زي ما قلنا بيضر بالبيئه وبيقطع الاشجار. هو بيكون بيت بيراقبهم من بعيد، واثناء ما هو بيراقبهم بتشوفوا بنت صغيره اسمها ناتالي، وناتالي دي بتكون بنت جاك وجريس. واول ما ناتالي بتشوفه بتجري وراه، فبيحاول بيت يهرب منها وبيتسلق شجره بسرعه، فناتالي بتحاول تتسلق الشجره وراه ولكن بتتزحلق من على غصن الشجره وبتكون هتقع، فبينزل بيت بسرعه يساعدها لكن ما بيقدرش يساعدها وبتقع برضه، ولكن ما بيحصلهاش حاجه. فبينزل بيت يطمن عليها وبيبدا يمسك شعرها ويبص لها باستغراب، فبتستغرب ناتالي من اللي بيعمله، وبتساله هو عنده كام سنه، فقال لها ان هو عنده 5 سنين، ودي اخر حاجه فاكرها. فبتقول له ناتالي ان هو مستحيل يكون عنده 5 سنين لان شكله اكبر بكتير، وبتقول له على اسمها وبتساله عن اسمه وبتعرفوا على بعض. وفي اللحظه دي بيجي جاك ومعاه جريس وباقي العمال لانهم سمعوا صوت صراخ ناتالي وافتكروا ان هي في خطر، فبتطمنهم ناتالي عليها وبتقول لهم ان هي بخير، وجات هنا ورا الولد ده وبتشاور على بيت.
فبيتصدموا كلهم لما بيشوفوا شكله الغريب. وبتلاحظ جريس ان هو لابس البوصله بتاعتها، فبتحاول جريس تقرب منه علشان تاخد منه البوصله، فبيهرب بيت هنا فورا. هو بيحاول بيت يتسلق شجره لكن جافن بيمسكه وبيوقعه على الارض وبيغمى عليه. في نفس الوقت ده بيكون إليوت بيدور على بيت في كل مكان ومش قادر يلاقيه، فبينادي إليوت على بيت لكن بطريقة الزئير. وجافن بيسمع صوت إليوت من بعيد وبيستغرب جدا، وده علشان ما بيقدرش يعرف بالتحديد نوع الكائن اللي بيطلع الصوت ده يبقى ايه. وبيفضل إليوت يدور على بيت لحد ما بيوصل للمكان اللي فيه العمال، فبيبدأ إليوت يراقبهم، واثناء ما هو بيراقبهم من بعيد بيوقع شجر عليهم بالغلط، فبيهرب من المكان بسرعه. وكل العمال بيتصدموا وما بيكونوش عارفين الشجره دي وقعت ازاي. فبيجهز جافن بندقيته وبيقول لهم يجهزوا نفسهم علشان هيروحوا يصطادوا. في الوقت ده بيفوق بيت من الاغماء وبيلاقي نفسه موجود في مستشفى ولابس لبس مستشفى، وكمان بيلاقي بالونه قدام سريره، فبيخاف بيت جدا علشان مش عارف ايه المكان اللي هو فيه ده وازاي وصل للمكان ده. فبيسمع صوت قدام باب الاوضه، ولما بيروح يشوف ايه اللي بيحصل بيلاقي جريس، وبتكون جريس بتتكلم مع ضباط الشرطه عنه. هو بيقول لها ضابط شرطه انه واضح جدا ان هو كان عايش في الغابه لمده طويله وممكن يكون تاه من اهله زمان. فبتقرر جريس تروح للغابه وتشوف اي دليل وتفهم ايه حكايه بيت. واثناء ما هما بيتكلموا بيحاول بيت يفتح شباك الاوضه ويهرب، ولما بتروح ناتالي تطمن عليه ما بتلاقوش في الاوضه، فبتبلغ امها والظباط ان بيت هرب من المستشفى. هو بيكون بيت عمال يجري في الشوارع ومش عارف يروح فين ويجي منين، لحد ما بيلاقي اتوبيس مدرسي قدامه، فبيتشعلق في الاتوبيس ده وبيتسلقه لحد ما بيطلع فوق الاتوبيس وهو بيتحرك. هو بيلاقي بيت ضباط الشرطه وجريس جايين وراه بعربيه وبيقربوا منه علشان يمسكوه، فبيفضل ينط على سقف العربيات وبينزل يجري في شارع ضيق علشان يبعدهم عنه، لكن بيلاقي الشارع ده مسدود وهو ما بيعرفش يكمل هروب. هو بيلاقي جريس والظباط وصلوا، فبيكون خايف جدا منهم وواضح ان هو مضطرب نفسيا. فبتفضل جريس تهديه وتطمنه ان هم مش هيأذوه، لكن هو برضه بيكون خايف منهم وبيحاول يهرب، ولكن جريس بتمسكه وبتحاول تهديه مره تانية، لكن بتتفاجئ جريس ان هو عمال يعوي زي الذئاب بطريقه غريبه. وكل الناس اللي موجوده في المكان بيتفرجوا على بيته وهم مصدومين ومستغربين من سلوكه. في نفس الوقت ده في الغابه بيكون جافن واخد كل العمال وبيدوروا على الحيوان اللي وقع الشجره، وبيكونوا ناويين يصطادوه، ولكن بيكون إليوت متخفي وسطهم وهو بيكون بيراقبهم وهم مش شايفينه. واثناء ما هم بيدوروا على الحيوان بيشوفوا اثار رجلين تنين، فبيتصدموا جدا من شكل الاثار دي، وبيعرفوا ان هم مش بيدوروا على حيوان عادي ولكنه كائن اسطوري وكمان كائن عملاق. في الوقت ده بتكون جريس اخدت بيت معاها للبيت لحد ما تعرف حكايته، واول ما بيوصلوا للبيت بيحاول بيت يهرب من جريس بسرعه، لكن جريس بتقدر تمسكه وبتساله هو هيهرب على فين، فبيقول لها ان هو هيرجع البيت. ولما بتساله هو بيته فين ما بيعرفش يرد عليها، فبتقول له طالما ما يعرفش مكان بيته يبات النهارده في البيت عندها، وبكره هي هتاخده للغابه مكان ما لقيوه ويبقوا يدوروا على بيته سوا. فبيقول لها بيت ان هو مش هيقدر يسيب إليوت لوحده. فبتساله جريس مين هو إليوت، لكن قبل ما يجاوبها بيقطعهم جاك. هو بينادي على مراته جريس وبيقول لها تدخل البيت، وبتدخل جريس تتكلم مع جاك وبتبلغه ان بيت هيفضل معاهم لحد ما يكتشفوا هو جاي منين واهله مين. وبتوضح له ان هي جابته البيت عندها علشان يفضل مع ناتالي، وده علشان يتعامل مع حد فاهمه ومن نفس سنه على امل ان هو يطمن ويحكي لهم على قصته. في نفس الوقت ده بيوصل جافن والعمال اللي معاه للكهف اللي إليوت وبيت عايشين فيه، وبيكون إليوت لسه بيراقبهم من بعيد. هو بيلاقوا في الكهف قصه الكلب إليوت بتاع البيت، هو بيعرف ان هو كان عايش في المكان ده، فبيستغربوا جدا علشان بيلاقوا خطوات رجلين الكائن العملاق موجوده، فبيفهموا ان هو كان عايش مع بيت، وبياخدوا القصه وبيخرجوا بيها من الكهف. بس اول ما إليوت بيشوفهم واخدين القصه بيتعصب جدا وبيهجم إليوت عليهم علشان ياخد القصه منهم، وبيخوفهم كلهم وبيخليهم يركبوا عربيتهم ويهربوا فورا. وبيهربوا هم مرعوبين وبيكونوا مش مصدقين عينيهم لان ده تنين، وما بيكونوش واخدين بالهم وهم في العربيه ان إليوت طاير وراهم وبيراقبهم. في نفس الوقت ده بتكون ناتالي بتحاول تفهم بيت الحاجات اللي ما يعرفهاش، هو بتساعده يتصرف زي الاولاد اللي في سنه. وبيقعد بيت مع جريس وبيفضل يحكي لها عن صديقه إليوت، فبتساله لو كان إليوت ده شخص زيهم، فبيقول لها لا. وقبل ما يكمل كلامه بيجي اتصال لجريس من ضابط شرطه وبيعرفها ان هو عارف قصه بيت، وهو بيحكي لها عن الحادثه اللي اسره بيت اتعرضت لها، وان بيت كان مفقود لسنين لحد ما افتكروه مات زي اهله. في نفس الوقت ده بيكون إليوت ماشي ورا عربيه جافن لحد ما وصلوا للمدينه، وبيفضل يدور في المدينه على بيت. اما بيت فبيكون قاعد مع ناتالي وبيرسم رسمه، ولما بيخلص الرسمه بيوريها لها وهو بيقول لها ان هو ده صديقه إليوت. فبتستغرب ناتالي وبتقول له ان ده تنين، والتنانين كائنات اسطوريه ابوها كان بيغني لها عنهم. فبيسالها بيت هو ايه التنين ده، لان هو مش عارف ان إليوت تنين اصلا. فبتبدا ناتالي تغني اغنيه التنانين اللي ابوها كان بيغنيها لها وهي صغيره،
واثناء ما هي بتغني بتسمعها جريس، فبتفرح جريس جدا لانهم خدوا على بعض. وكمان ناتالي ما غنتش الاغنيه دي من زمان، وهي ما شافتش بنتها ناتالي بالفرحه دي من زمان، فبتسيبها لحد ما بتخلص، وبعدين بتدخل تطلب من ناتالي تخرج عشان عايزه تتكلم مع بيت على انفراد. ولما بتخرج ناتالي بتبدا جريس تسال بيت عن الحادثه ولو فاكر اي حاجه، فبيقول لها بيت وهو متاثر جدا ان هو خرج مع اهله في مغامره، والجمله دي كانت اخر حاجه ابوه قالها له. فبتتاكد جريس ان هو فاكر الحادثه وفاكر فقدان ابوه وامه، فبتفضل تواسيه وبتقول له ان هي هتفضل جنبه ومش هتسيبه لوحده. لكن بيقول لها بيت ان هو مش هيكون وحيد لان هو معاه اليوت صديقه المقرب. ولما بتساله المره دي مين هو اليوت، بيوريها بيت الرسمه، هو بيقول لها ان هو ده اليوت. فاول ما جريس بتشوف الرسمه وبتلاقيه راسم تنين اخضر عملاق بتنصدم، وده لانها بتفتكر ابوها لما كان بيحكي للعيال عن التنين الاخضر، فبتفهم ان ابوها كان صادق في حكايته. وبعدها بيوصل جافن لبيت جاك، وبيقول جافن لاخوه ان هو شاف تنين في الغابه، وطبعا جاك ما بيصدقوش، فبيتضايق جافن وبيمشي علشان اخوه مش مصدقه. لكن جريس بتكون بتسمعهم وبتتاكد ساعتها ان التنين موجود فعلا. وبعد كده بيقعد جاك مع بيت وناتالي وجريس وبيحكي لهم حدوته بناء على طلب ناتالي وبيت. في نفس اللحظه دي بيكون اليوت وصل لبيت جاك وبيدور على بيت في البيت، وبيبص اليوت من الشباك وبيلاقي بيت قاعد مع جاك واسرته فرحان وسعيد. فبيتاثر اليوت جدا وبيقرر يسيب بيت على راحته عشان يعيش في سعاده مع ابناء جنسه. وبيمشي اليوت من المكان وبيرجع على الغابه وهو حزين. وبعدها بتروح جريس لبيت ابوها ماشيم علشان تشوف الرسومات بتاعته عن التنين، لحد ما بتلاقي ابوها في وشها. فبتتكلم جريس معاه وبتحكي له عن بيته وعن موضوع التنين، وبتطلب جريس من مشيم ان هو يحكي قصته الحقيقيه مع التنين. فبيحكي مشيم ان هو كان في الغابه زمان واتفاجئ بالتنين واقف قدامه، وساعتها هو اترعب جدا وطلع بندقيته وحاول يضرب بالنار، لكن ما قدرش يضربه بالنار لان هو حس باحساس غريب تجاه التنين ده، حس ان هو كائن طيب وما يستاهلش القتل وما قدرش ساعتها يدوس على الزناد. فبتتاثر جريس بالقصه دي جدا وبتحس ان اليوت فعلا كائن استثنائي. وبيجي تاني يوم وجريس بتاخد بيته وبنتها ناتالي وابوها ماشيم وبيروحوا للغابه علشان يقابلوا التنين ده. في نفس الوقت بيعرف جاك ان جافن اخوه مش موجود وراح الغابه يصطاد، فبيستغرب جدا وبيقرر يروح للغابه يدور على اخوه. في نفس الوقت ده بيت بياخد جريس والباقيين وبيروح بيهم للكهف وبيخليهم يستنوه بره. وبعد شويه بيخرج لهم بيت وهو مع اليوت، وطبعا اول ما بيشوفوه بيخافوا وبيرجعوا كلهم لورا، لكن بيت بيهديهم وبيقول لهم ما يخافوش. واليوت بيقرب منهم ببطء وبيحاول يتقرب لهم ويفهمهم ان هو مش هيأذيهم، لحد ما ناتالي بتهدى وبتقرب منه وبتلاقيه لطيف جدا، فبيهدوا كلهم ومش بيخافوا منه. في اللحظه دي بيتفاجئوا كلهم بدخول جافن عليهم وبيكون معاه شويه صيادين، وبيفضلوا كلهم يضربوا على اليوت طلق مخدر وبيحاصروه من كل مكان. وطبعا بيفضل اليوت يقاومهم وبيحاول يهرب ويطير لفوق، لكن مفعول المخدر بيشتغل وبيقع اليوت من على الارتفاع وبيغمى عليه. وطبعا المكان كله بيتدمر بسبب وقعته. وبيوصل جاك وبيسأل اخوه على اللي بيحصل، فبيقول له جافن ان ده مجرد تنين وهو اصطاده. وبياخدوه بعد كده على شاحنه كبيره وبيروحوا يحبسوه في مخزن. فبيتصل جاك بالشرطه وهو بيبلغهم باللي حصل وبيطلب منهم يجوا في اقرب وقت. اما بيت في الوقت ده بيكون حزين جدا وقاعد ساكت ما بيتكلمش مع حد، رغم ان ناتالي بتحاول تواسيه وكمان بتيجي جريس تواسيه، لكن هو ما بيردش عليهم. وبعد كده بتوصل الشرطه وبيروحوا يتكلموا مع جافن عن الضجه اللي حصلت بخصوص التنين. وبيكون جافن بيقول للشرطه ان هو اللي اصطاد التنين وبكده رسمي يكون بتاعه ومش من حق حد ياخده منه. في نفس الوقت ده بيكون بيت وناتالي دخلوا المخزن من غير ما حد ياخد باله واستخناقة جافن مع الشرطه، وقفلوا باب المخزن من جوه عليهم وبيحاولوا يحرروا اليوت. ولكن جافن بيسمع صوت جوه المخزن فبيحاول يدخل، ولما بيلاقي الباب مقفول من جوه بيستعين باصحابه وبيكسروا الباب، لكن بيدخلوا ما بيلاقوش اي حد جوه المخزن. فبيطلعوا بسرعه يدوروا عليهم، لكن بيكون في الوقت ده اليوت متخفي جوه المخزن وكذلك بيت وناتالي. فبتفهم جريس كده فبتقفل باب المخزن عليهم تاني وبتروح تحكي لجاك وتطلب منه المساعده. في نفس الوقت ده بيجي ماشيم يساعد اليوت وبيت وناتالي في المخزن، لكن بيعرف ماشيم ان اليوت مش قادر يطير وبيكون تعبان. فبتيجي ماشيم فكره حلوه، فبياخدوا على نفس الشاحنه الكبيره اللي جابته لحد المخزن وبيهربوا كلهم بالشاحنه دي. ولكن المشكله ان جافن والصيادين بيشوفوا الشاحنه فبيبداوا يمشوا وراها، وبيبدا اليوت تاني يحاول يطير لكن ما بيقدرش وبيدوس جامد على الشاحنه برجليه، وعلشان كده كاوتشات الشاحنه بتبوظ وبتبدا سرعه الشاحنه تقل. وجافن والصيادين بيقدروا يسبقوهم وبيروحوا يقفوا قدام الشاحنه، لكن ماشيم ما بيوقفش وبيخبط عربيتهم بالشاحنه وبيوقع العربيه من فوق الجسر. وبسبب الحادثه دي بتتعطل الشاحنه وبتقف على الطريق، وبتكون كل عربيات الشرطه وباقي عربيات الصيادين خلاص جايين ناحيه الجسر، وكلهم بيبقوا جايين عايزين يمسكوا اليوت. فبيتضايق اليوت جدا وبيطلع فوق الجسر وبيبدا يطلع نار من بقه وينفخها على الجسر، وده علشان يدمره تماما ومحدش يقدر يوصل لهم الناحيه التانيه. لكن المفاجاه ان عربيه جاك وجريس كانت على الجسر واليوت ما خدش باله.
وعربية جاك كانت خلاص على وشك إن هي تقع بعد ما الجسر اتدمر، فبيحاول جافن يلحق العربية قبل ما تقع بس ما بيقدرش يمسكها، فبيتدخل هنا إليوت وبيلحق العربية قبل ما تقع من فوق الجسر، لكن الجسر بيتدمر بيهم كلهم وكلهم بيقعوا، وبيقف ماشيم وبيت وناتالي مصدومين وبيفضلوا يعيطوا بعد ما بيفتكروا إن هم خلاص ماتوا، ولكن بيتفاجئوا إن إليوت طالع طاير من تحت والباقيين موجودين على ظهره، وبيكون إليوت قدر ينقذهم، فبينزلهم إليوت من على ظهره وبيحضن بيته وكلهم بيقفوا يحضنوا بعض، وبعدها إليوت بياخد بيت على ظهره وبيروح بيه للكهف اللي هما كانوا عايشين فيه سوا، وبيدي إليوت قصة الكلب إليوت لبيت، وبيشاور له على صورة في القصة، والصورة دي بيكون فيها الكلب قدر يلاقي أسرة مناسبة يعتنوا بيه وفضل معاهم على طول، وبيكون إليوت قصده إن الأحسن لبيت إن هو يفضل مع الأسرة دي، فبيحضنوا بيته وبيودعوا بعض الاتنين، وبعدها بيرجع بيت لجاك وأسرته علشان يعيش معاهم ويتبنوه، وبيكون إليوت هو اللي وصله لبيت جاك، وبعد ما بيوصله بيطير لبعيد، وبعد فترة بيروح بيته وأسرته يطمنوا على إليوت، وبيلاقوه هو كمان بقى عنده أسرة وأطفال، ورغم بعدهم عن بعض لكنهم مش هيتفرقوا عن بعض أبدا وهيفضلوا أصدقاء، وبيخلص الفيلم.